انت بتطلق بصرك ليه للحرام؟ يا عم الشيخ ما تفهمنيش غلط، انا نيتي سليمة. يا عم الشيخ انا احسن من غيري كتير قوي، غيري بيعمل اكتر من كده. اما انا بقى بدور على عروسه يا عم الشيخ. انت بتطلق بصرك ليه للحرام؟ يا عم الشيخ انت مش شايف اللي البنات عاملاه؟ الناس بيلبسوا اصلا. وانت واقف مع جماعتك يا سيدي، لما تبقى واقف معاه بيبقى ايه غرضك من الوقفة معاها؟ هتبقى نيتك سليمة ولا نيتك سودة؟ غالبا هتكون نيتك سودة. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت. أخي اللي بتقف مع البنات وبتقول انا بقف معاهم زي اخواتي، زي دي اصرفها منين في الشر؟ هي لاختك؟ لا مش اختك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا عباد الله، احنا اتعودنا ان الواحد لما يجي يتجوز لازم يفرح ويتبسط ويعمل حظ ويجيب رقاصة علشان تسلي الناس ويبصوا عليها، وكمان يجيب شوية طبالين وزمارين علشان يعملوا جو للفرح. قد مضى العمر وفات يا أسير الغافلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات، مسرعا قبل الفوات. أخي يا اللي بتبص على البنات تسأل نفسك، هل بصك على البنات ده عمل صالح وصحيح ومقبول عند الله؟ وأنت تنظر إلى هذه الفتاة، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيسعد بك؟ عايزك تجاوب بكل صدق، اوعى تكذب على نفسك، لأن أخطر كذب هو الكذب على النفس. قد مضى العمر وفات يا أسير الغافلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. غفلة. الرجل الذي يترك امرأته أو ابنته تخرج متبرجة كاسية عارية، هذا رجل مجرم قد حرم الله عليهم الجنة. مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. وعليكم السلام. هل تسمحون لي أن أقف معكم ولو لبضع دقائق؟ اتفضل. ما الذي يجعلك تقف هاهنا على نواصي الطرقات؟ ألا تعلم أن في هذا إهانة لك؟ ليه يا عم الشيخ؟ هم انا واقفه هنا ولا ايه؟ لأن هؤلاء الذين يقفون على نواصي الطرقات إما أن يكونوا شحاذين أو أن يكونوا ساقطين أو أن يكونوا فارغين لا تشغلهم دنيا ولا آخرة. انت بتشتمنا ولا ايه يا عم الشيخ؟ أبدا، ولكني أدعوك ورفاقك أن تشرفونا ولو لبضع دقائق في هذا المسجد. اوبا، هتثبتنا واتزنقنا. يا نفس ما لك لا تعودي للهدى، أتكسرت سفن الهداية في المدى أم أبحرت؟ انت يا ابني ماشي تبص على البنات ليه؟ عينك زي الرادار في الشوارع ليه؟ انت يا اخي قاعد تعاكس البنات ليه؟ انت عارف ان غض البصر واجب، بس ما تعرفش ليه ربنا فرض غض البصر. علشان كده بتتجرأ على معصية الله فبتبص للحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا عم الشيخ انت ما تعرفش ده الطريق كله ملغم بنات. امشي كده في اي شارع من شوارع القريبه من الجامعه مثلا هتلاقي بنات متبرجات، اللي لابسه ستريتش واللي لابسه ميني جيب واللي لابسه ميني جيب واللي مش لابسه جيب خالص. ما أبهاكي ما أزينك وما أحلاك
حجابك والله يا عم الشيخ احنا بنحب ربنا. يبقى اللي بيحب ربنا لازم ينفذ أوامره. رسول الله جعل النظرة المحرمة إلى النساء من قبيل الزنا. ببص هتسويها بالمصيبة التقيلة دي. كل من أطلق بصره إلى الحرام زانيا. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا نداء إلى المتسكعين على النواصي والجالسين على المقاهي ممن يجرحون الرائحات والغاديات من الفتيات بعيونهم الجريئة وكلماتهم البذيئة وحركاتهم الدنيئة. هذا رسول الله يعلمكم آداب الطريق عام، وهذا الأدب الفضيل المبارك خاصة، ألا وهو غض البصر. يا من تطلق بصرك وتنظر إلى صور الممثلات والمغنيات، انتبه. يا من تجلس بالساعات على مقاهي الإنترنت، انتبه. يا من أدمنت النظر إلى الفتيات، يا من كنت تغدو وتروح، تذكر يا أخانا يوم تقف بين يدي الله فيسأل عن عمرك وعن شبابك ماذا عملت فيهما، فبأي شيء ستجيب؟ بأي شيء ستجيب؟ تذكر أيها المغرور بيتا موحشا رمسا، ترى أعمالك السوء ووجها كالحا عبسا، وودعت الديار. سوف تسأل. انت اللي كنت بتعاكس البنات عند النادي، انت اللي كنت بتبص للبنات عند الكورنيش، انت اللي كنت بتجري ورا البنات عند اسوار الجامعة وفي الدروس الخصوصية، انت اللي كنت عاكف على مشاهدة القنوات الجنسية والفيديو كليب. اعلم ان مطلق البصر يبغضه الله ورسوله. تخيل يا من تصر على اطلاق البصر ان الله يكره ذكرك ويبعدك عن طريق ويوكلك إلى نفسك، بل ويغضب عليك. واعلم أن من يطلق بصره إلى الحرام يضعف تركيزه ويقل فهمه ويشتت ذهنه. ليه؟ لأن الولد اللي قاعد طول اليوم يبص على البت اللي رايحة والبت اللي جاية، يرجع في آخر اليوم وهو مجهد. كل ما يجي يذاكر أو يجي يفكر يلاقيه بيفكر على طول في زميلته. تخيل يا ابن الحلال اللي كنت بتطلع الأول على دفعتك بدأت تخيب لما بدأت تقعد في شوارع الحب وتقعد عند الكافيتيريا مع البنات في الجامعة، وبدل ما تطلع الأول بتطلع بمادة ولا بمادتين ولا ممكن تسقط خالص. يا نفس ما لك لا تعودي للهدى، تكسرت سفن الهداية في المدى، أم أبحرت إطلاق البصر أدى إلى أن الشهوات استعرت والعورات انكشفت. إطلاق البصر أدى إطلاق البصر إلى أن تجارة الجسد راجت، بل وأصبح الحياء سلعة نادرة، وبات طريق الحرام ممهدا، ووضعت العراقيل في طريق الحلال. أكاذيب باسم الحب وباسم الرومانسية تضحك على بنات المسلمين وتسعد وتثلج صدر اليهود والنصارى قاتلهم الله.